يا مساء الخير والسعادة على السكر الزيادة، عاملين ايه حبايب قلبي؟ حبايب قلب ام زياد الغاليين المحترمين، ربنا يصلح حالكم ويكبر بخاطركم ويشفي مرضاكم ويفك كربكم، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى حبايب قلبي عايزاكم تصلوا على النبي وتزيدوا النبي الف صلاة وصلاة وتذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا على النبي حبايب قلبي، ما تستخسروش ابدا الصلاة على النبي في التعليقات على قد ما تقدروا، واذكروا الله. عايزاكم بقى تحطوا اللايك، وبالله عليكم حبايب قلبي ما تستخسروش فيا انكم تشوفوا الاعلانات، لان الاعلانات هي مصدر رزق من القناه. عشان تعبي اللي انا بتعبه في القناه ما يروحش على الفاضي. ربنا يكبر بخاطركم ولكم بالمثل، وربنا يا رب يزيد حياتكم نعمه وخير ورضا وسعاده، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي، بمناسبه دخول السنه الجديده وبمناسبه شهر رمضان، وبمناسبة كده ان الايام الحلوة كلها بتعدي علينا بخير وسعادة، من غير شر ومن غير كرب ومن غير اي حاجة. ربنا يشفي كل مريض يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى حبايب قلبي، انا جايه اكلمكم النهارده عن شويه افكار للتوفير، وان شاء الله باذن الله لو انت ست وعندك اي مشكله من الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي، عايزاكي تركزي معايا في الفيديو. لو لقيتي نفسك من ضمن الستات اللي انا هقول عليهم دلوقتي، فعايزاكي تركزي معايا في الفيديو عشان الكلام ده هينفعك، وباذن الله باذن الله هتخرجوا مستفاده. وعايزاكي حبيبه قلبي لو خرجت مستفاده باي فكره، بالله عليك ما تستخسريش تحط لي اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي ناس كتير تستفاد من الافكار بتاعت فيديو. يعني انت بتساعدي غيرك ان هو يستفاد من الفكره ممكن يكون محتاج له. فاهمين قصدي؟ ربنا يكبر بخاطركم يا رب حبايب قلبي. بصوا بقى، اول حاجه كده، اذا كنت مثلا بتاخدي مصروف باليوم او بالاسبوع او بالشهر، انت بتاخدي الفلوس من جوزك بتحسي ان الفلوس فيها عفريت، او اقسم بالله كلنا كده بنحس ان الفلوس فيها عفريت. نجيبها كده، نوفر كده، نعمل كده، نلاقي الفلوس بتصرف، وبنيجي في نص الشهر ما الفلوس فيها عفريت، ما بتبقاش، بتخلص. طيب نعمل ايه يا ام زياد عشان الفلوس ما يبقاش فيها عفريت وتخلص مني؟ دوري نفسك الاول، هو انت ايه البند اللي انت بتصرفي فيه فلوس بزيادة؟ في بند تكوني انت ايدك فرطة فيه، مش عارفة توفري فيه شوية، مش عارفة تمسكي ايدك فيه شوية. يعني في واحدة هتيجي تقول لي انا بند الفطار يا ام زياد بصرف فيه فلوس كتير، واحدة هتقول لي بند العشاء يا ام زياد بصرف فيه فلوس كتير، واحدة تيجي تقول لي بند الغدا يا ام زياد بصرف فيه فلوس كتير. ممكن بقى واحدة تيجي تانية خالص، لو انت بقى ست من الستات دول الكلام ده هينفعك جدا جدا وهتخرجي مستفادة بإذن الله. ممكن واحدة تيجي تانية تقول لي يا ام زياد انا عندي عيال صغننة اطفال وبجيب بامبز يا ام زياد وبيصرف معايا فلوس بالكم لان باكيتة البامبز غليت. ممكن واحدة تيجي تانية تقول لي انا ما بقدرش استغنى عن المعطرات والمنظفات وحاجات كده، بحب ايدي كده بتاكلني، لازم اشتري الحاجات دي. يعني هتلاقوا يا جماعة كل ست من الستات ايديها مصرفة في حاجة شكل. احنا بقى عايزين ناخدها واحدة واحدة كده، ونشوف ايدينا بتصرف في ايه ونحاول نلم ايدينا شوية. طب يا ام زياد، انا هنتكلم مثلا عن الست اللي ايه، في ممكن ست كمان تقول لي يا ام زياد انا ما عنديش بطاقه تموين، وما بجيبش عيش على البطاقه وبضطر ان انا اشتري عيش خارجي. برضو خليكي معانا في الموال دوت عشان باذن الله تخرجي مستفاده برضو. طيب تعالوا نتكلم على الست اللي بتجيب بامبرز. لو بصوا الاول الفيديو زي ما انتم شايفين اهو بنعمل غدا والروتين بتاعنا عادي خالص يا جماعه، بس ركزوا برضو في الروتين عشان هيشجعكم ويحفزكم، وفي نفس الوقت خليكي معايا في الافكار اللي هقول لك عليها عشان باذن الله تخرجوا مستفاده منها. بص يا حبيبه قلبي، تعالوا نتكلم على الستات يا عيني اللي هي معاها اطفال صغيره وما بتلحقش يعني على البامباز بتاع الاطفال. بص يا حبيبه قلبي، انا سمعت دلوقتي، انا ما عنديش اطفال صغيرين بس انا بسمع الكلام ده، سمعت دلوقتي ان في بديل بامبرز طالع رخيص شويه وهيوفر معاك، وفي فكره تانية احسن منها كمان. انا الفكره دي كنت انا بعملها مع عيالي، وعلى فكره والاول ايام يارا وزاد ما كانش البامباز غالي قوي كده، بس انا من نوع الستات اللي بحب التوفير وبحب الم الدنيا، لان برضو كانت الظروف معايا مش مساعداني وظروف جوزي وكده. فكنت بعمل ايه؟ كنت البامباز، بس البامباز اللي بيتعمل فيه ميه مش حمام، اللي بيتعمل فيه حمام ده خلاص كان بيترمي في الزباله، لكن البامباز اللي كان بيتعمل فيه ميه بس كنت بشيل القطن المبلول ارميه، وكنت بحط البامبز ينشف في الشمس، واجيب قطن من عندي، لو انت عندك كيس قطن ولا حاجه حطاه عندك مثلا بتستخدميه لجروح او اي حاجه، او عندك حته شاش، عندك حته فايبر، عندك اي حاجه، ابدأي احشيها مكان القطن اللي انت شلتيه،
وبصي وادعي لاختك على التجربه اللي هقولك عليها، والله العظيم التجربه دي هتنفعك وهتوفر معاكي. لو انت مثلا بتلبسي 2 بامبس في اليوم، انت هتستخدمي الواحد مرتين 2. قلنا بقى لو اللي هو بتعملي فيه اللي بتعمل فيه حمام بيترمي، لكن اللي بيتعمل فيه ميه تشيل القطن المبلول منه وتحطيه في الشمس ينشف، وتحطي بقى جواه مثلا حته شاشه عندك، حته كفوله في قلب المشمع بتاع البامبس، تحطي فيه حته قطن من عندك، حته فايبر، اي حاجه موجوده عندك حطيه. هتستخدمي البامبرز ده مره كمان. يبقى انت كده ان شاء الله باذن الله الباكيته لو بتجيب معاكي شهر او 15 يوم، لا المده بتاعتها هتزيد شويه. يبقى انت كده وفرت ايه في بند البامبرز. وربنا يعينكم ويعين كل واحده يا رب على البامبرز، لان الدنيا غاليه. وعايزاكم حبايب قلبي في الصيف حاولي ما تلبسيش. انا ممكن اقول لك في الشتاء، في الشتاء عشان العيال ما يبردش والكلام ده. في الصيف انت تقدري توفري البامبرز، تخلي واحده ساعه النوم بس، طول النهار تلبسي بناطيل عادي وتشيلي البناطيل تغسلي على ايدك وانت واقفه على الحوض، هتوفري بامبرز، مش هتستهلكي بامبرز كتير في الشتاء. انا كنت بعمل كده لعيالي، بلبسهم ساعه النوم بس، لكن طول النهار ما بلبسهمش. طيب نيجي للستات اللي هي ما عندهاش بطاقه تموين وبتجيب العيش خارجي، ما بتجيبوش على البطاقه. حبيبه قلبي فعلا العيش بتاع البطاقه بيوفر معانا كتير، ما اقدرش اخبي عليكي، بيوفر جدا معانا. تمام. طيب انت ما عندكيش بطاقه تموين، ما بتجيبيش عيش. عايزاكي حبيبه قلبي في الاسبوع على الاقل تجيبي لك 2 كيلو دقيق ولا حاجه، ولا كيلو ونص دقيق، وتبداي ان انت تعمليهم عيش شامي، تعملي قرص، تعملي شويه قراقيش، تعملي شويه معجنات، تعملي شويه فطاير. الفطاير دي بقى مش لازم تحشي لحمه والكلام ده، لا، انت ممكن تعملي فطاير عاديه خالص وتغمسيها بالجبنه، او تعمليها محشيه جبنه. ممكن تعملي قرص كده وتغمسيها بالشاي وحته جبنه قديمه. ممكن تعملي عيش شامي. عيش شامي ده بقى وتقدري ينفعك للعشاء وللفطار، عشان ما تروحيش تستهلكي وتشتري عيش غالي من بره. والعيش الرغيف قد كده ما بيشبعش وغالي. لا، جيبي لك كيلو ونص دي في الاسبوع حتى، ولا 2 كيلو، وابدأي ان انت تعملي منهم معجنات، هتنفعك وهتوفر عليكي. طيب لو انت من الستات بقى اللي مصرفة في الفطار وفي الغدا والعشاء، تعالوا نتكلم على بند الفطار. اول حاجة، بند الفطار اللي انت بتروحي تصرفي فيه 30-40 جنيه، لا احنا مش هنصرف 30-40 جنيه. انا قلت لك كم مره قبل كده، هاتي الفول، انا ما بستغناش عن الحاجات دي. بجيب فول مدمس وبجيب فول مدشوش، ببدا ان انا انقعهم واجهز الفول واجهز الطعميه عندي واحطهم في الفريزر. قبل ما انام بالليل بطلع كيس طعميه وطلع كيس فول، واقوم الصبح اوضب الفطار بتاعي. يبقى انت كده بتوفري في بند الفطار لوحده بس، اقسم بالله العظيم مبلغ وقدره. امشي بالنظام اللي بقولك عليه ده وصدقيني. اعملي البليله. فين البليله يا جماعه؟ البليله في البيت موفره. هتقوم الصبح تغير ريقك، جوزك هيغير ريقه ورايح الشغل، عيالك برضو هيفطروا. البليله برضو موفره في البيت يا جماعه. تمام كده. طيب انا من النوع اللي بصرف في بند الغدا كتير قوي يا ام زياد. بند الغدا ده يا حبايب قلبي، لو انت مثلا بتجيبي مثلا كيلو بسله، مثلا بتستخدمي جنبه كيلو رز، فبتيجي كده بعد ما تتغدي يبقى منك طبق بسله وطبق رز، دول عايزاكي تحطيهم في علب وتحطيهم في الفريزر. هتيجي بكره تطلعيهم تسخنيهم وتضيفي عليهم مثلا طبق ملوخيه، جنبهم طبق بطاطس محمره، اي حاجه، وتبداي ان انت تكملي على الوجبه اللي باقيه عندك. طب احنا يا مزاد مثلا ما بناكلش الاكل البايت، خلاص ما فيش اي مشكله، حط الاكل بتاعك دوت في الفريزر، وعينيه حبيبه قلبي تعالي في يوم في وسط الاسبوع طلعي الاكل البايت اللي عندك وابدأي اعملي عليه صنف ولا حاجه جنب منه كمان، وابدأي ان انت تسخنيه واكليه لعيالك، بحيث ان هم الاكل ما يبقاش ورا بعضه وتكونوا اشتقتوا له شويه. لو انت ما بتحبيش الاكل البايت، انا عن نفسي الاكل البايت بيبقى عندنا بنسخنه وناكله تاني يوم. ادي برضو بند التوفير. وعايزاكي لما تيجي تعملي اكل، اعملي اكل على قد غداكي. لو انتوا ما بتحبوش البايت، يعني بقى منك كبشه رز، كبشه طبيخ، كبشه اي حاجه، انا مش عايزه الكبشه دي تتبقى. لو انتوا ما بتاكلوش اكل بايت، لا، يبقى اعمل اكل على قد اليوم بس، وعين بقيه الاكل في الفريزر، لا اما اعمل اكل على قد الغدا بس. تمام كده. طيب انا من نوع يا ام زيد بقى اللي بصرف في العشاء كتير. لو انت بتصرفي في العشاء كتير، يبقى حاولي تعملي الغدا بتاعك يكفيكي غدا وعشاء. يبقى انت كده ما بتنبصي ولا بتصرفي في فطار ولا غدا والعشاء. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر واحد. انا كده عملت في الفطار بتاعي اللي كنت بتروحي تصرفي 30-40 جنيه، لا، ده انا بال 30-40 جنيه ده هم جبت بيهم فول وطعميه هيفطروني لمده 10 ايام ولا 15 يوم بال 40 جنيه ده. يا ستي خلينا نقول 10 ايام، يا ستي خلينا نقول اسبوع.
لما نفطر في اسبوع ب40 جنيه، ولا تفطري ب40 جنيه في يوم واحد. الفول والطعمية اكبر توفير في البيت يا جماعة. قومي الصبح اهرسيلك طبق فول وجنبه طبق الطعمية وحتة جبنة من البيت والعيش بتاعنا الجميل، ووضبي احلى فطار. يبقى انت كده بتوفري في بند الفطار، عايزة اقولك حوالي كده 700 800 جنيه على مدار الشهر. اه والله بند الفطار الناس اللي بتحتار فيه. بند الغدا زي ما قلت لك عشان توفري اعملي إيه. انت برضك في الناس يعني في ناس ما بتتعشاش، في ناس بتتعشى. لو انت من النوع اللي بتتعشي، اعملي الغدا بتاعك، سواء بقى تعملي مثلا شويه بسله، شويه فاصوليا، شويه عدس، شويه رز، شويه مش اللي هتعمليه. كتري شويه وخلي الغدا بتاعك يكفيكي غدا وعشاء، بحيث ان انتوا كلكم هتاكلوا وتشبعوا من نفس الاكل، ومش هتقفي في المطبخ كتير، ومش هتروحي تشتري عشاء من بره بالشيء اللي هو جبن بقى ولانشوهات والكلام ده هو كله. تمام كده؟ طيب احنا مش بنحب يا ام زاد ناكل من الغدا لاكل العشاء تاني، مفيش اي مشكله. اتغدي، اعملي اكل على قد غداكي، بس ما يبقاش منك حبايه رز ولا حبايه بسله، اي نوع طبيخ انت عاملاه ما يبقاش مني في العشاء، طالما احنا ما بناكلش الاكل بتاع العشاء تاني. طيب في العشاء هعمل ايه يا ام زاد؟ عندك حبيبه قلب البطاطس، البطاطس رخيصه في السوق دلوقتي، ممكن تعمليها مهروسه، ممكن تعمليها مثلا في الصينيه صوابع ما تحمراش عشان توفري في الزيت. ممكن برضو عندك كيس فول هتطلعيه تسخنيه وتعمليه، عندك حته جبنه قديمه طلعي تعملي. مش لازم كل حاجه شراء من بره يا جماعه. لو انت من الستات اللي مصرفه في المنظفات وفي الحاجات دي كلها، لا، خلي ايدك دايما في بوتاجازك، ايدك في شقتك، نظفي اول باول، مش هتستهلكي منظفات كتير والله العظيم عن تجربه. جربي